شايفين الممثل اللي واقف في النص ده بين احمد سعد وهشام جمال؟ تفتكروا اعماله يعني الاعمال اللي هو عملها إيه كانت ايه بالظبط؟ فاكرين اساميها او فاكرين هو طلع في ايه قبل كده؟ طب تعرفوا ايه علاقته بهشام جمال وليلى زاهر عشان خاطر يحضر فرحهم ويبقى يعني تحسوا ان هو كده قريب قوي من هشام، حتى طالع معاه في الدخله الاولانيه بتاعه العريس، تحسه طالع من ضمن يعني معاهم مع اصحاب العريس وكده، وتحس ان هو قريب قوي منهم هما الاتنين. فايه علاقته بهشام جمال وليلى زاهر وايه الاعمال اللي هو عملها؟ ده اللي هنتكلم فيه النهارده في الفيديو ده. الفكرة ان الشخص اللي واقف في النص ده ممثل اسمه جلال الزكي. هو اصلا كان مصور فيديو كليب واتجه للتمثيل بعد كده من 2006. اول فيلم شارك فيه كان مع محمد هنيدي، كان اسمه وش اجرام. وشارك في افلام تانية بعد كده ادوار صغيرة كتير، بس الدور اللي ظهر قوي للناس او بدأ يعرف الناس بيه قوي، او الناس بدأت تتعرف على شكله، يعني كان مسلسل بتاع غادة عبد الرازق بتاع حكاية حياة. وكمان المسلسل بتاع محمد رمضان، مسلسل الأسطورة، كان طالع في دور الضابط، فاكرينه اللي هو كان ضابط فاسد جدا ومات في الآخر مسموم. كان دور فعلا يعني فعلا قوي جدا. وكمان شارك مع رانيا يوسف في مسلسل عيون القلب، كان طالع اسمه أسامة، كان محاسب برضه، طالع محاسب فاسد وكده، كان بيحاول ينصب على ماجد المصري في المسلسل. برضه كان دوره قوي جدا بصراحة، يعني أدواره مقنعة، يعني تحس انت بتقتنع بيه بصراحة، هو كممثل ممثل شاطر. أدواره لا يعني ممكن تقتنع فعلا ان ده الشخص ده فاسد او الشخص ده فعلا كذا، فبيعرف يقنعك بالدور. طيب فهو لا ما شاء الله يعني بيحاول يشتغل على نفسه كممثل، ودي حاجة كويسة قوي. ايه علاقته بقى بهشام جمال وليلى زاهر؟ الفكرة ان هو كان زي ما قلت لكم قبل كده ان هو مصور. فبالتالي هو كان مدير التصوير بتاع الفيديو كليب بتاع ليلى زاهر اللي اسمه كلمة أخيرة، آخر فيديو كليب عملته. وكان طبعا هشام جمال هو اللي كان منتج الفيديو كليب على ما أعتقد. فهم كانوا بيشاركوا مع بعض في العمل ده. فعشان كده بدأوا ان هم يعني يبقوا قريبين اكتر من بعض، او بدأ ان هم يبقوا اصدقاء هشام جمال وجلال الزكي بسبب الفيديو كليب ده. وكمان هو كان هشام جمال كان منتج فيلم تسليم اهالي بتاع دنيا سمير غانم. فجلال الزكي ده كان برضو مشارك في الفيلم، فده برضو خلى في علاقة صداقة قوية قوي بين هشام جمال وجلال الزكي، فده يمكن السبب اللي خلى ان هم يبقوا اصدقاء قوي كده، ويبان ان هم يعني قريبين قوي من بعض كده في الفرح. فده الاسباب اللي خلتهم ان هم يبقوا قريبين من بعض، بسبب ان هم كانوا بيشاركوا بعض في حاجات اعمال فنية كتير. فقولوا لنا رأيكم بقى، شايفين ان هو فعلا ممثل قوي، ولا كان افضل يخليه في التصوير بس وما يمثلش؟ قولوا لنا رأيكم.